السيد والي صاحب الجلاله على جهه كلمين مادون، السيد رئيس جهه كلمين مادون، السيد رئيس المنطقه العسكريه بكلمين، الساده رؤساء المصالح الامنيه، الساده رؤساء المصالح الخارجيه، الاخوه الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج. السيد الوالي نرحب بك بعد تم تعيين من طرف صاحب الجلاله على هذه الجهه، ولا نحتاج بعد نرحب بك في كل انت من هذه المناطق تكتمل هذه المناطق. السيد الوالي احنا عندنا جاليه المغربيه بالخارج التابعه لجماعه الشاطئيه. عندنا بعض الصعوبات تمثل في الطريق جميع الجماعات وجميع التراث التابع للجهه تستافد من الطريق وفك العزله عن الجماعات. هذا احنا ما استفدنا من هذه الجماعات اللي عادوا بعد السنين بعد السنين، وهذا الشيء ناتج عن الناس او رجال السلطه اللي سبوه كما نحن معنيين، واحنا ناتجون من هذا المنبر ورؤساء المعنيين في هذا الامر كرئيس الجهه والتجهيز وجميع الفعالين في هذه الحاله، نطالبوا بهم باش يفكوا عنا العزله في 13 دوار تابعه لجماعه الشاطئيه. 13 دوار جماعه الشاطئيه ما عندها الطريق. وقت الصيف غريب نشوفوا الوتات هنا ونخليهم شي جاي من الدنمارك، شي جاي من السويد، شي جاي من فرنسا، اسبانيا الى اخره، ونخلوا الوتات هون في اليمين ونعودوا نودوا سيارة دفع الرباعي لحقنا. لو سيارة دفع الرباعي نطالبكم في هذا الشيء ولا نحتاجوا بعد نكرروها، وانتم تعرفوا المنطقة وتعرفوا الوقت، ومتبعين تعيينكم في بوشدور وفي تيكوين، وراك حضرت معنا هون الله يجازيك، نتوجهوا لك من هذا المنبر. رانا والله انا جيت ما جيت معايا اولادي، خليتهم العيد ما بغاو يجوا خلوا وتاتهم وجينا. نقطة ثانية، سمعت بعض رؤساء المصالح يتكلموا على الاستثمار. نحن نطالبوا بالاستثمار في جماعة الشاطئ الأبيض. نطالبوا في جماعة الشاطئ الأبيض، وسمعت ياسر من التدخلات ولا ذكر كاع جماعة الشاطئ الأبيض، وهذا شيء مسيء. إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم. سامحوني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الوالي المحترم، السيد رئيس الجهة المحترم، السيد قائد الحمد العسكري المحترم، السيد رئيس المجلس الإقليمي المحترم، السيد رئيس المجلس كلمين المحترم، السيد رئيس المجلس العلمي، إخواني أخواتي بالجالية المغربية، إخواني رؤساء المصالح الخارجية، نحن اليوم نشكركم على استضافتكم لنا كجاليتكم كمدافعين عنكم عن القضية الوطنية في جميع المحافل الدولية، وكذلك ندافع هنا في كلميم. اليوم احنا ولاد كلميم وولاد الجهة كاملين، وكيف فرحنا مزيان باش نقعدوا معكم كمسؤولين ونقول الحقيقة، لا شيء غير الحقيقة. جهة كلميم بلادنا وعندنا عليها غير مزيان وشهد الله علينا، ولكن غادي نقولوا اللي كيضرنا، غادي نقولوا السلبيات وغادي نقولوا الايجابيات. اللي كيضرنا في جهة كلميم وادنون ان بعض المصالح يا اخواني سنتين وهي موقفه. كلميم جبدت فرنامات، شنو السبب الله اعلم. كنطلبوا من السيد الوالي الجديد اللي حنا الحمد لله عندنا فيه الثقه التامه، لان سولنا عليه فين كان خدام، سولنا عليه من جاي ولد بلادنا، ولد البلاد اصلا، وكنطلبوا منه باش يشرف بعينه على هذه المدينه هذه بالذات وعلى المدن المجاوره جهه كامله. راه في المشاريع واقفه في كلميم، الا بقينا هكا عامين اخرى راه حنا غادي نولوا حنا هما التشر ولا ما عرفاش اش غنسميها. انا لله وانا راجع والله العظيم. الله انا يوسفني انا نقول هذا الكلام، ولكن راني من الداخل محروق اخوتي. انا ولد الجاليه المغربيه وكبر فيها. حنا المغرب ما كيعطينا والو باش يكون في علمكم، راه المغرب ما كيعطينا والو.
حنا كنتخلصوا في الخارج، الروتريتات ديالنا في الخارج، ولادنا في الخارج، الدواء ديالنا في الخارج، لا ميتيال ديالنا في اوروبا، ما عندنا والو، ما يعطينا والو، غير الروح الوطنيه. وجاتنا غير على هذا البلاد ملي كتخرج وتشوف وتدخل للمستشفى الاقليمي. انا مزود فيك السيد ولي، سير نضرب عينيك، سير شوف بعينك مأساة يرثى لها. انا اول البارح كنت فيه، اقسم لك بالله الدموع كيمشيو من عينيا. طبيب واحد عباد الله في المستعجلات والناس كتمرمد في الدماء قدامه، ما عنده ما يدير، لا غير واحد تابعينه من غرفه لغرفه. السيد دكتور تابعينه من غرفه لغرفه، والله العظيم والله فينا هو دخلت الغرفه، فينا هو دخلت الغرفه، كيدور مسكين بوحده، واش غيدير؟ جمعية بوكاج من طنجة إلى الكويرة يسعدنا ويشرفنا نقدم بها بأجمل التهاني والتبريكات إلى السد العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصر الله ويده. وكما يسعدنا أيضا أن نشكر الحضور الكريم وجميع رؤساء المصالح وعلى رأسهم سعادة الولي الذي نرحب به في ولاية بلمين والنب كوالي جديد الذي نتمنى له مقاما سعيدا، ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفقه الله لما يحبه ويرضاه، وأن يعمل في صالح البلاد والعباد. فجمعيتنا جمعية فرنسية مغربية تدافع عن الوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة، وأن كون الجمعية لدى وزارة الخارجية والتعاون لدينا عدة مشاكل وعراق تقطع الطريق أمامنا في المحافل الدولية التي تخص القضية الوطنية، حيث نتعرض للسب والشتم من قبل الانفصاليين الخونة، من بينهم موظفين أشباح وبعض أشبال حسن تاني الذين يتقاضون رواتب شهرية من الخزينة العامة من أموال الشعب المغربي، ويتحركون في وقفات ومظاهرات في باريس والعواصم الأخرى ضد الوحدة الترابية. فجمعية بوكاج تندد بهذا التصرفات العدائية التي يقوم بها هؤلاء الخونة، وكما نندد أيضا بالهجوم الذي قام به الانفصاليين الخونة على قنصليتنا ببوردو الأسبوع الماضي. ونحن كنا قد حضرنا القنصلية المغربية ببوردو، وكذلك وزارة الخارجية، وكذلك الجهات المعنية الأمنية المغربية بهذا الهجوم قبل أن يقع. وكما نندد أيضا بعدم أخذ تحذيراتنا مأخذ الجد. كما نحمل كامل المسؤولية للموظفين وأمن القنصلية الذين تركوا هؤلاء الخونة بالعبث بعلم البلاد ورمزه. هذا ما لا نقبله، وما لم يقدر على المسؤولية والدفاع عن وطنه وقنصليته فعليه ترك المسؤولية للآخرين. فكما قال صاحب الجلالة فالمغرب لديه رجاله ونساؤه، وكما قال أيضا اتقوا الله في شعبكم ومواطنيكم واتركوا تصفية حساباتكم فمصلحة الوطن قبل كل شيء. فجمعية بوكاج من طنجة إلى الكويرة تتواجد في منطقة في فرنسا يوجد فيها أعداد كبيرة من أعداء الوحدة الترابية، فنحن وحدنا في الميدان ولا يوجد قنصلية ولا أمنيين مغاربة في هذا المجال. المصلحة الشخصية تغلب على المصلحة العامة مع الأسف الشديد. أما مساكن الجالية فحدث ولا حرج، لدينا شكايات كثيرة للمهاجرين مغاربة يتعرضون للمضايقات والمواطنة في بعض الموظفين في الإدارة المغربية وكذلك الجمارك المغربية، فعليهم تسهيل عملية عبور في الذهاب والإياب، وخاصة العائلات التي لديهم أطفال صغار. فمن غير المعقول أن يعبر المهاجر عدد كبير من الدول بسهولة. السادة رؤساء المجالس المنتخبة من خلال كل المنتخبين، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، إخواني المهاجرين، أحييكم تحية تقدير واحترام. السيد الوالي، النقطة الأولى لا يسعنا إلا أن نرحب بتعيينكم وبالثقة المولوية التي وضعتكم على رأس وجهات ولاية بلمين والنون. نرحب بكل النقطتين الرئيسيتين، الأولى أولا لأنكم لستم غرباء عن المنطقة، والنقطة الثانية نظرا للسمعة وللصدى الطيب الذي تركتموه في الأماكن التي اشتغلتم فيها. سيد الوالي، اليوم 10 غشت يوم أو محطة ملكية سامية أراد لها صاحب الجلالة أن تكون محطة نقف فيها على قضايا الجالية وعلى اهتمامات الجالية وعلى مصالح الجالية. اليوم لا يسعني إلا أن أتأسف كمهاجر وابنني مقيم بالخارج على شيء واحد أساسي، وهو أن التعاليم الملكية السامية لا تزال معلقة بحقوق المهاجرين،
وبالتالي فإننا نطالب في هذا اليوم الذي أقره صاحب الجلالة أن تفعل هذه التعاليم. التعاليم الملكية السامية كانت وراء 4 فصول في الدستور المغربي، وكما نعرف جميعا بأن الجميع قال بأن الدستور المغربي واحد من أفضل الدساتير عالميا فيما يتعلق بالجالية، لأنه يتضمن 4 فصول كلها غير مفعلة بحقوق الجالية. الفصل الأول يتعلق بالحفاظ على هويتنا الثقافية، ولا زلنا نطالب دولة محترمة، وأقول دولة محترمة على أساس أن تفي بهذا الحق الدستوري، لأننا نطالب بالحفاظ على هوية الثقافية المغربية الأصيلة لأبنائنا حتى لا يضيعوا في أوروبا. الدور ديال الدولة راه مقصر به. النقطة الثانية، وهذا التعاليم الملكية السامية أيضا، وهو المشاركة السياسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. صاحب الجلالة في أكثر من مناسبة يؤكد على ضرورة إشراك الجالية المغربية في الجانب السياسي، ولكن كيتم الالتفاف على النقطة هذه بالتصويت بالوكالة. التصويت بالوكالة التفاف على حقوقنا، لأننا لا نستطيع أن ننفذ حقنا الدستوري انطلاقا من الوكالة. النقطة الثالثة في الدستور المغربي، الفصل الثالث في الدستور، وهو تمثيل الجالية المغربية في مختلف هيئات الحكمة والمجالس الاستشارية. الجالية المغربية، وأنا أتكلم عن الجالية المغربية من طنجة إلى الكويت بدون استثناء، لا تمثل في هذه المجالس إلا نادرا. وإذا تكلمنا عن الجالية الصحراوية التي تنتمي إلى الجهات الصحراوية 3، التمثيل شبه منعدم. الفصل الدستوري الرابع هو الفصل 163 الذي أقر فيه وهو التعليم الملكي، ويعد من التعليم الملكي السامية بإنشاء مجلس للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وقد أسس فعلا هذا المجلس في 2007، ولكنه لحد الساعة لا يقوم. نحن كجالية مقيمة بالخارج من أهالي منطقة جهة بولمين نعاني من مشاكل في الطرق غير المعبدة المؤدية إلى البوادي المحيطة بجماعة الشاطئ الأبيض وفك العزلة عنها، حيث يقطن آباؤنا وأجدادنا، مما يؤدي إلى تعطيل السيارات وعجلاتها. كما نعاني من قلة استفادة أهالينا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإنعاش الوطني، مما يؤدي إلى تكفلنا بتحمل المصروف عوائلنا وتمويل معاشهم وتأمينه. وبهذا نتمنى من السيد والي الجهة ورئيس الجهة وجميع المسؤولين بالوقوف على كل هذه المشاكل المذكورة ومعالجتها. وشكرا جزيلا على دعوتكم وحسن ضيافتكم. هنا حضرتك السيد الوالي كنتكلم على الإخوة الخارجية كما يقول وزير الهجرة على إبراهيم حواس نهار الوالد قبيلة سكنة زوفي. والسيد الوالي كانت جمعية وأنوم بفرنسا الإخوة الأعضاء الجمعية والحاضرين، كنشكروا الإخوة وأعضاء السلطة المحلية وجميع المنتخبون والبلدية والمجلس الإقليمي والإخوة الحاضرين وأعضاء المجلس. النقطة الأولى كنوجه وزارة الهجرة على المخيمات الصيفية لأن وأنوم محية منهم مناطق الجنوبية كيشاركوا الإخوان. وكان الناس من الدار البيضاء من هكذا كيقول لك أنت عيطنا القنصلية ونحن من المحاربين ديال القنصلية ربما في أوروبا كامل. الأبناء ديال الجالية ديال الجهة اللي كيشتغلوا في العمل الجمعوي والدفاع عن الوحدة الترابية. الخارجية كتعرف هادشي لأنه ما كانت شي حاجة ضد أعضاء الوحدة الترابية، حنا الأولين واقفين قدام القنصليات وقدام الموقفات في أوروبا، وهاد الإخوان راهو في ألمانيا. هذوك برديد عائلة برديد ما كيعرفوا أوروبا، اللي ضحى مع بعض الإخوان ضحى في أوروبا. اللي كنطلبوا من السيد الوالي المحترم بأن ملي كنطلبوا المطالب بسيطة بحال شي مراكز ديال الترفيه بحال البيسين اللي هو موقف كنضمنوا له المشاريع تمشي. دابا الناس كتسافر كاين ما عندها سيارات كيجي الطياره يمشي للبيسين أباين. كتكلموا سميتها بين بعض الإخوان ديال السياحة دابا أباين بغينا كنمشيو نشوفوها أباين. جاوني سياح بلجيكيين ديت لنا أباين وهربوا جاو الطريق ما بقاوش كيجيو. جايين تعاونوا بلا ما نقول تكون شي جديد تشوف. المنطقة الثانية كنتكلموا على عدم وجود المراعي الطرفية للإخوة. المستشفى الصحي كاين الأخ كارثة محضرة. دابا بين المستشفى يبنى درنا غير مستشفى متنقل، مستشفى متنقل نقي. دابا كنساويو واحد هادشي ان شاء الله. والطاهية الثانية كنطلبوا من المطار ان شاء الله يتحكم الخطوط الجوية لأوروبا ان شاء الله. الداليل ولا اسبانيا بعض الإخوة الإخوة في الجزر الكناري
المشكل ديال طرفايا ميناء طرفايا راكم عارفين واش كيقول في ميناء طرفايا، عارفين المشكل اللي وقع الهجره ديال هنا الصحراء البيجو تاع القاديس الجبل ديال التكعيب في المحطه ديال طرفايا هي اللي كاينه. عندنا مشاكل، نحن عندنا مشاكل في العقار قليلين، مشاكل بعض الاخوان عن الجاليه. افسد مدينه في المغرب، افسد مدينه في المغرب العقار هي طرفايا والو، لا عاد هي كاع لما خدوها لنا شحال ما خدموها ولاد شكون اللي خدمها؟ عندك ساعات الوالد شحال اللي قال لهم كاع حيد من الخريطه من كاينه مكملين موسم السبعات. ولاد كيجيو من برا كيجيبوهم تعرفوا التقاليد بحال ديك المعلمه ديال البويدات بزاف ما كاينش شي واحد فكر في التاريخ ديال السلام عليكم. الوالد ضروري قضيه فول بوغابه خلينا ديال وكنا انا مشيت للمخيم ديال الوحده وكاين الدراري ولاد عمي وخوتي مشاو للعسكر وجينا ذاك النهار بنشوف ديال الجماعه ديال اسرير وجبرنا دار التحديد. اسمك بالله يحيى من قبيلات الأصوافر. قالك مين خدام؟ ماني خدام فوالو. لا تسكن في غمر الأصوافر. مزيكا أصلا سعادة الوالي من الجالية. أنا من الجالية. كاين دراري من الجالية. أنا ماني من الجالية. حاضر الآن. نعرف بس أنا بغيت سعادة الوالي نقولها لك. راه سعادة الرئيس الجهة راه في راسو. أنا من الجالية. أنا من الجالية. ها هو من الجالية ولد عمي. وبغينا قضية الجمعيات الله يعاونهم يعاونونا. احنا مظلومين سعادة الوالي. أنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى. كل شيء قيمة بالمية. احنا واحد من الجالية المغربية ديال فرنسا. وجاو هاد الناس بغينا نحدوا بلادنا وين بغينا التحديد الجماعي بغينا نحفظوها. جبرنا هذا اللي هو غابة البكيات تحديد. حدوا ما جبرنا ما حد لنا بلادنا. عندنا قريب 100 سنة احنا نتصرفوا بها آباء عن جد. واللي واش كاينه ما خلينا ما كاينه درنا داروا البراوات داروا كل شيء وحنا غير ما ضروري في بلادنا ما بقاو لنا فيها حاجه فيها حسياننا فيها ديار فيها مطافينا فيها جميع المسائل اللي تعنينا كل شيء والامر الله امركم والله كفانا الوالي. احنا نساوي على الجمعيات الله يجزاك. كنا في الباديه رحاله راعي يكسر من الشرق الى المرق خيامه هنا فما توهنا عندهم 80 عام 100 عام. الله يسهل. لكي لا أطيل باش نضربكم الصورة. عندنا مشاكل وعندنا عراقيل وعندنا أولا عدم تنسيق وعدم تمثيلية الجالية هم في ونون وعدم تنسيق مع الجهات الرسمية هم داخل ونون. نحن جمعية تنموية ثقافية كتخدم جزر الكناري والمملكة المغربية مرخصة والسيد رئيس الجهة عنده اطلاع بها. عندنا عدة متطلبات كتعاني منها الجالية في الجزر الكناري. أولا عندي واحد الملاحظة هو الجانب الديني ما حطيتوش كنقطة جدول الأعمال في هذا النقاش. والجانب الديني عندنا مسألة مهمة لأن الجالية والسكان ديال الجالية المغربية في الجزر الكناري كنعانوا من اللغة العربية. أساتذة كنعانوا في رمضان من قرة كنا راسلنا وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية وما كانوش يعجبونا المطالب ديالنا. يعني هذه من بين المشاكل اللي كتعيشها الساكنة في الجزر الكناري. من جهة أخرى مسألة الاستثمار ولا المجال السياحي كنشوفوا جهة اليمين ما محركاش في هذا المسار لأن الخط البحري اللي رابط بين طرفي وجزر الكناري
وبهذه المناسبه كنشكروا رئيس المجلس الاقليمي ديال الطرفين اللي كيخدم لنا نهارا من اجل هذا الخط، ولكن الجهه الاقليميه بغيناها تدخل تشارك له ومدافع له باش حتى هي تكتسب هذا الخط. لما يعود في فيه ولا يعود في طنطا، لانه غادي يكون عنده غرض وفائده للساكنه والمحليين والجاليه. حنا دابا الجاليه كيعبروا 3 ايام الى الجزيره الخضراء و6 نهارين المغرب من طنجة للقليميه. هذه مداخله ثانيه بغينا مساله ونجوهم في الصيف عندنا نقص في الوصل الى البوادي ولا الى الشواطئ. الشاطئ الابيض الوحيد اللي المنتفس ديالنا اللي كنقيسوه عندنا فيه مسائل كتخص عنده نقص. عندنا الوصل الى البوادي اللي شاروا فيها الاخوان اللي هي الطرق المعبده، هذا نقطه اساسيه ونتمنى من سياده الوالي الحسم في هذه النقطه. وشكرا للاستضافه. استثمرت واحد المركب سياحي بجماعه ديال تيموري ودرت الطلب ديالي السيد الرئيس ديال الاستثمار وعطاني بالموافقه، ووجه لي رساله اخرى صيفطني السيد الرئيس ديال الجماعه ديال تيموري وعطاوني رخصه البناء بالمركب السياحي. من بعد كيشرطوا عليا باش ندير التحفيظ، خديت الدفتر ديال التحفيظ، حفظت مركب سياحي ديال الدرجه الثانيه بجماعه ديال تيموري. خديت بعض الرخص ديال البناء، اكثر من بعض الرخص ديال البناء. درت طلب باش نفتح عند السيد رئيس الجماعه ديال تيموري، كنتفاجأ بالرفض. الرابط كانت السيد الرئيس الجماعه كتقول لي بانه ما عندكش بلون ديميناجمون، ما عندكش مواصفات سياحيه، بناء العشوائي غادي يجيبوا شي واد ما عرفين غيجيبوا واش شي فران ولا داك الجيش غيدوزوا في هذاك المركب السياحي ديالي. كنطلب من السيد الوالي فتح التحقيق. فعلا صيفط 11 واحد وداروا كلهم جاوبوا على الاسئله، من بهم كلهم عطاو افي فابرابل. الى الجماعه الى رئيسه الجماعه كتسحب من الاجتماع كتقول لك هذاك السيد انا ما غاديش نعطيها رخصه. شكرا. لماذا؟ لانه انا انتمي الى حزب وهي كتنتمي الى حزب. شكرا سيدي. دابا الكلمه اللي كنت نقول قالها المتدخل الثاني ولا داعي للتكرار. السلام عليكم. محترم رؤساء المصالح، الساده الحضور، بوكزين ابراهيم، جمعيه باب الصحراء المغاربه بالدنمارك والسويد. لما نتكلم عن الاستثمار فانا المتضرر من سوء معامله بعض الاداره. اخترنا مجال الفلاحه انا ومجموعه من الاخوان المهاجرين من الدنمارك، فلقينا صعوبات من بعض الاداره، ولولا تدخل صاحب الجلاله نصره الله يعني تسدوا علينا جميع الابواب. فمشينا اشتكينا صاحب الجلاله بالتظلم اللي تلاقينا من المكتب الوطني للكهرباء. فالحمد لله كنا غادي نبيعوا داك الشيء ونرجعوا كما قال صاحب الجلاله. راه الا ما بغيتوا تعاونوا معنا راه الناس انتم غير كتهضروا على الاستثمار ولكن ما شفتوش المعوقات اللي متلاقيه. علاش؟ بهذه المناسبه نشكروا الادارات اللي خدموا معنا. حنا ما نقولوا كل شيء للاداره اللي سووا الاداره. فاحنا تلاقينا مدير الكهرباء، مشينا شكينا صاحب الجلاله عطانا الحق ديالنا الحمد لله. ولهذا احنا كنشكروا السيد رئيس الدائره والسيد المدير الاقليمي ديال الفلاحه والمدير الجهوي اللي هما في المستوى. اما الادارات السيد الوالي المحترم، احنا لما نجوا لبلادنا بغينا نكونوا بحال السويد والدنمارك. علاش؟ لماذا لا نكونوا بحال هذه الدول؟ ولكن هذه المعامله اللي كنتعامل مع سوء الاداره راه كما قال صاحب الجلاله في الخطاب الاخير غادي نكونوا العالم الثالث والرابع وممكن الخامس، لانه هو كنتعرضوا لبعض العراقيل ماشي معقول. ولهذا السيد الوالي انت مسؤول جديد، يعني بغيناك تزور بعض المصالح هنا اللي هي فيها اختلاسات. انت كما قلت في الاول ما تقولوش الاسماء ما تحرجوا حتى شي واحد. حمامه تباينوا المتنفس الوحيد ديال بولمي احسن من مولاي يعقوب. تلقاو السيد الوالي زرتيها في الاخر. بغينا التنميه البشريه، كاين اختلاسات في التنميه البشريه ديال ترقاوسي، كاين البقر، الماعز، الدجاج، بغينا تفحص فيها. بغينا الفحص في مدينه كولوم. حنا ما كنجيو المهرجانات السيد الوالي، حنا بغينا المهرجانات، ولكن واش المهرجان السابع مليار للمره؟ صوبوا لنا المستشفى، صوبوا لنا المجزره اللي تكلم عليها السي البشير. لا، ولكن هذا السي البشير اللي قال لك راه نسى ما قال هو 7 الملاير. السيد مدير الاستثمار رفضوها ومشى للسنغال، النصراني اللي كان جاي من ايطاليا. احنا ما يمكنش نتكلموا على الاستثمار وما نذكروش المعوقات سيدي الوالي.
الله يجازيك بخير. عندنا واحد المشكل في العبوده ديال الشنيوله. الله يلا غزال قتلتنا كاملين. عندنا واحد المشكل ديال الشنيوله في العبوده اللي خلات الناس هذه القريه. انا كيديها داروا واحد المعالجه ذاك النهار شي عطاء ديال الجامعه الاسلاميه داروا معارضه ديال واحد العياش التي من الزواج منهم طلبوا واحد القضايا قضايا الباسبور قضايا الباسبور الضوء الضوء كيشعل مع مرات العقار كيما الضوء تحياتي لكم. شأن الجالية لا في الجسور ولا في في واحد الاشعاع المنطقه جامعه السويد تعتبر من اقدم الجامعات في الاقليم. للاسف ما عندهاش طبيب دائم. يوم الموسم صيفطوا لي غير بيرمانوس المده الصباحيه. كان سباق على الطريق في اليوم الاخير ما كانوش مصالح ما كانش طبيب. كانت خصص في الامبيونس اسعاف جبنا امبيونس الجماعه ولكن ما عندهمش ممرض خاص بالامبيونس. الطرق التي تؤدي الجماعه من يمين فاس من 3 سوايع اليوم 3 وهناك نقطه هذه تشوفوها بعين لا سيما ان الجماعه عندها كتفتقر الطبيب وكتعرفوا المنطقه الجبليه وفيها العقارب والثعالب. يعني كيف واحد عنده امبيونس شيفور ديال الباص كيقدر يقدم الاسعافات الاوليه اللي عند الاسعاف. هنا كنشكر السيد سفير المملكه المغربيه ببلجيكا لتعاطيه مع الملف ديال الرد الاصفر اللي راسلنا حنا في شهر 3 مارس وقام بالواجب قام بمواصلات وعلى اثرها تم زحزحه مشكل ملف الرد الاصفر. حنا عندنا الحمد لله كنطلبوا الاستثمارات
جمعية بوكاج من طنجة إلى الكويرة يسعدنا ويشرفنا أن نقدم بها بأجمل التهاني والتبريكات إلى السد العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله ويده. وكما يسعدنا أيضا أن نشكر الحضور الكريم وجميع رؤساء المصالح وعلى رأسهم سعادة الولي الذي نرحب به في ولاية بلمين والنور كوالي جديد الذي نتمنى له مقاما سعيدا، ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفقه الله لما يحبه ويرضاه وأن يعمل في صالح البلاد والعباد. فجمعيتنا جمعية فرنسية مغربية تدافع عن الوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة، وأن كون الجمعية لدى وزارة الخارجية والتعاون لدينا عدة مشاكل وعلاقة تقطع الطريق أمامنا في المحافل الدولية التي تخص القضية الوطنية، حيث نتعرض للسب والشتم من قبل الانفصاليين الخونة من بينهم موظفين أشباح وبعض أشبال حسن تالي الذين يتقاضون رواتب شهرية من الخزينة العامة من أموال الشعب المغربي، ويتحركون في وقفات ومظاهرات في باريس والعواصم الأخرى ضد الوحدة الترابية. فجمعية بوكاج تمثل بهذا التصرفات العدائية التي يقوم بها هؤلاء الخونة. وكما نندد أيضا بالهجوم الذي قام به الانفصاليين الخونة على قنصليتنا ببوردو الأسبوع الماضي، ونحن كنا قد حضرنا القنصلية المغربية ببوردو وكذلك وزارة الخارجية وكذلك الجهات المعنية الأمنية المغربية بهذا الهجوم قبل أن يقع. وكما نندد أيضا بعدم أخذ تحذيراتنا مأخذ الجد. كما نحمل كامل المسؤولية للموظفين وأمن القنصلية الذين تركوا هؤلاء الخونة بالعبث بعلم البلاد ورمزه. هذا ما لا نقبله وما لم يقدر على المسؤولية والدفاع عن وطنه وقنصليته فعليه ترك المسؤولية للآخرين. فكما قال صاحب الجلالة فالمغرب لديه رجاله ونساؤه، وكما قال أيضا اتقوا الله في شعبكم ومواطنيكم واتركوا تصفية حساباتكم فمصلحة الوطن قبل كل شيء. فجمعية بوكاج من طنجة إلى الكويرة تتواجد في منطقة فرنسا يوجد فيها أعداد كبيرة من أعداء الوحدة الترابية، فنحن وحدنا في الميدان ولا يوجد قنصلية ولا أمنيين مغاربة في هذا المجال. المصلحة الشخصية تغلب على المصلحة العامة مع الأسف الشديد. أما مساكن الجالية فحدث ولا حرج، لدينا شكايات كثيرة للمهاجرين المغاربة يتعرضون للمضايقات والمواطنة في بعض الموظفين في الإدارة المغربية وكذلك الجمارك المغربية، فعليهم تسهيل عملية العبور في الذهاب والإياب، وخاصة العائلات التي لديهم أطفال صغار. فمن غير المعقول أن يعبر المهاجر عدد كبير من الدول بسهولة. السادة رؤساء المجالس المنتخبة من خلالكم كل المنتخبين، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، إخواني المهاجرين، أحييكم تحية تقدير واحترام. سيد الولي، النقطة الأولى لا يسعنا إلا أن نرحب بتعيينكم وبالثقة المولوية التي وضعتكم على رأس وجهات ولاية بلمين والنور. نرحب بكل النقطتين الرئيسيتين، الأولى أولا لأنكم لستم غرباء عن المنطقة، والنقطة الثانية نظرا للسمعة وللصدى الطيب الذي تركتموه في الأماكن التي اشتغلتم فيها. سيد الوالي، اليوم 10 غشت يوم أو محطة ملكية سامية أراد لها صاحب الجلالة أن تكون محطة نقف فيها على قضايا الجالية وعلى اهتمامات الجالية وعلى مصالح الجالية. اليوم لا يسعني إلا أن أتأسف كمهاجر وابنني مقيم بالخارج على شيء واحد أساسي، وهو أن التعاليم الملكية السامية لا تزال معلقة بحقوق المهاجرين، وبالتالي فإننا نطالب في هذا اليوم الذي أقره صاحب الجلالة أن تفعل هذه التعاليم. التعاليم الملكية السامية كانت وراء 4 فصول في الدستور المغربي، وكما نعرف جميعا بأن الجميع قال بأن الدستور المغربي واحد من أفضل الدساتير عالميا فيما يتعلق بالجالية، لأنه يتضمن 4 فصول كلها غير مفعلة بحقوق الجالية. الفصل الأول يتعلق بالحفاظ على هويتنا الثقافية، ولا زلنا نطالب دولة محترمة، وأقول دولة محترمة على أساس أن تفي بهذا الحق الدستوري، لأننا نطالب بالحفاظ على هوية الثقافية المغربية الأصيلة لأبنائنا حتى لا يضيعوا في أوروبا. الدور ديال الدولة راه مقصر فيه. النقطة الثانية، وهذا التعاليم الملكية السامية أيضا، وهو المشاركة السياسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
صاحب الجلالة في أكثر من مناسبة يؤكد على ضرورة إشراك الجالية المغربية في الجانب السياسي، ولكن كيتم الالتفات على هذه النقطة هذه بالتصويت بالوكالة. التصويت بالوكالة التفاف على حقوقنا لأننا لا نستطيع أن ننفذ حقنا الدستوري انطلاقا من الوكالة. النقطة الثالثة في الدستور المغربي الفصل الثالث في الدستور وهو تمثيل الجالية المغربية في مختلف هيئات الحكمة والمجالس الاستشارية. الجالية المغربية، ونتكلم عن الجالية المغربية من طنجة إلى الكويت بدون استثناء، لا تمثل في هذه المجالس إلا نادرا. وإذا تكلمنا عن الجالية الصحراوية التي تنتمي إلى الجهات الصحراوية ثلاثة، التمثيل شبه منعدم. الفصل الدستوري الرابع هو الفصل 163 الذي يقر فيه هو تعليم الملكية ويعود من التعليم الملكية السامية بإنشاء مجلس للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وقد أسس فعلا هذا المجلس في 2007، ولكنه لحد الساعة لا